بنت في محاولة لأنها تكشف تاريخ قبيلتها اللي تعرضوا للقتل على إيد الأمريكيين زمان، بتكتشف إن سلسلة جرائم القتل الغامضة اللي بتستهدف الأمريكان في الفترة الأخيرة مرتبطة باللي حصل في قبيلتها. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نعرف إيه حكاية فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا بمجموعة من الجنود الأمريكان وهم بيحتفلوا في البار بمناسبة إنهم خلصوا على كل أفراد قبيلة جيسورد، وبتكون القبيلة دي أصولها هندية وأخدوا الأراضي بتاعتهم علشان يبنوا عليها سكة حديد. وفي الوقت ده بيدخل شخص شكله مخيف ماسك سيف بيكهرب، وبيخلص عليهم واحد ورا التاني بطرق وحشية ومن غير ما جسمه يتأثر بالرصاص اللي ضربوه عليه. وبعد كذا سنة وبالتحديد في واحد من أشهر الفنادق في الولايات المتحدة واللي بيكون اسمه كلاون، بنشوف واحدة ست اسمها أنا وهي بتنظف المكان. وفي الوقت ده ويلسون مالك الفندق بيقول لها إنه معجب بالمجهودات اللي بتبذلها علشان تدعم الكنيسة اللي متطوعة فيها. وبنعرف إن المسؤولين عن الكنيسة عايزين يشتروا الفندق منه ويحولوه لجزء من كنيستهم لكنه رافض. ولما أنا بتسأله لو في أمل إنه يوافق بينفي كلامها وبيقول لها إن أكبر رجال الأعمال عرضوا عليه يشتروه منه بأي سعر يحدده وهو رفض. وبيقول لها إن فلوس التبرعات اللي جمعوها علشان يشتروه ما تجيبش أي حاجة جنب أقل سعر اتعرض عليه. وبسبب ده بيشدوا مع بعض في الكلام وأنا بتسيبله المكان وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بتوصل للفندق بنت اسمها إلما، وبنعرف إن الفندق ده كان الأرض اللي قبيلة جيسورد عايشين فيها، وإن إلما من ضمن الأشخاص المحظوظين اللي نجوا من المجزرة اللي حصلت. وبنعرف إنها سافرت من 15 سنة وإنها رجعت لأنها حابة تكشف حقيقة المجزرة الوحشية اللي حصلت في سكان قبيلتها. وبعد ما بتستقر في أوضتها بتخرج علشان تستكشف المكان بره. وفي الوقت ده بتشوف شخص اسمه جو كان بيشتغل في الكنيسة مع أنا خالتها لما كانت طفلة، فبتشاور له وهي مبسوطة وبتقول له إنها مبسوطة إنهم اتقابلوا مرة تانية، لكنه بيتجاهلها وبيمشي من غير ما يرد عليها. وبعدين إلما بتكمل طريقها وبتدخل للمعرض اللي بيكون كله ألعاب على شكل مهرجين. وبعدين ويلسون بيروح يتكلم معاها وبيقول لها إنها كبرت قوي وإن آخر مرة شافها فيها كان عندها لسه 8 سنين. وبيقول لها إنه عرف إن سبب زيارتها هو إنها عايزة تعمل بحث لجامعتها. ولما بيسألها لو كان ده صح بتأكد على كلامه وبتقوله إن البحث بتاعها عن سكان جيسورد الأصليين اللي الجنود الأمريكان أنهوا حياتهم. وبتوريله جمجمة مصنوعة من الحديد لقيتها في أوضتها، وبتقوله إنها طلسم موت بيستخدم لطرد الأرواح الشريرة. وبتقوله كمان إنها متأكدة إن في صلة ما بينه وما بين الأشخاص اللي اتقتلوا في الفندق بتاعه بطريقة غامضة خلال ال 12 سنة اللي فاتت. وبتوضح له إنها عايزة تعرف معلومات أكتر عن المجزرة اللي حصلت واللي بسببها معظم أفراد قبيلتها اتقتلوا. وبتقوله إنها عايزة تلاقي دليل على اللي حصل علشان تكشف للعالم كله الظلم اللي تعرضوا له. وبتعرفه إن الفندق ده قبل ما يشتريه كان فيه مخزن، والمخزن ده كان فيه صندوق فيه مجموعة من الأوراق ممكن تلاقي فيها إجابات الأسئلة اللي عايزة تعرفها. ولما بيفهم إنها عايزاه يسمح لها تدخل بيرفض وبيقول لها إن معاه أمر قانوني بإنه ما يسمحش لأي حد يدخل هناك لأنه مش أمان، وإنه لو سمح لها تنزل والشرطة عرفت هيقفلوا له الفندق بتاعه. وفي الحقيقة هو بيكون رافض لأنها لو قدرت تثبت المجزرة اللي حصلت في سكان جيسورد الحكومة هتاخد منه الأرض اللي مبني عليها الفندق، وإنهم هيحولوا المكان لنصب تذكاري للسكان دول. طبعا ده لأن الفندق مبني في نفس المكان اللي حصلت فيه المجزرة زمان. وبعد ما بيخلص كلامه معاها عن المخزن بيقول لها إنها تقدر تحتفظ بالجمجمة اللي كانت في أوضتها، وبيقول لها إنه حاليا مضطر يمشي لأن في مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين عاملين حفلة توديع عزوبية لصاحبهم في الفندق، وإنهم على وشك إنهم يوصلوا فلازم يستقبلهم علشان يشوف لو محتاجين حاجة، فبتستأذن منه هي كمان وبتمشي. وبعدها بتروح تزور قبر جدها وهناك بنشوف إيد شخص شكلها مخيف بتلمس كتفها، وبتحس إلما هي كمان بده لكنها لما بتتلفت ما بتلاقيش حد. وبتاخد بالها في الوقت ده من وجود لعبة على شكل مهرج موجودة في القبر، فبتستغرب لأنها موجودة من بدري وما أخدتش بالها منها غير دلوقتي. ولما بترجع لأوضتها في الفندق أنا خالتها بتستقبلها وبتقول لها إنها مبسوطة إنها شافتها. وفي وسط كلامهم مع بعض بتقول لها إنها عرفت من ويلسون سبب رجوعها لكنها مش حابة إنها تكمل في اللي بتعمله ده لأن تاريخ الشعب بتاعهم تاريخ محبط، وإنها حتى لو أثبتت اللي حصل لهم فالنظام الحكومي نظام فاسد وهيغطي على اللي حصل لهم حتى لو في دليل. وبتطلب منها تفكر في كلامها كويس وبتودعها وبتمشي. وبنلاحظ في الوقت ده وجود تلاجة ديكور في أوضة إلما، وبنشوف الباب بتاعها وهو بيتفتح لوحده لكن إلما ما بتاخدش بالها منها.
وفي نفس الوقت ده بنشوف جو داخل الكنيسة وهو متوتر وبيكون معاه نفس السيف اللي الشخص المخيف قتل بيه الجنود أول الفيلم. وبنفهم في الوقت ده إن في روح معروفة باسم تشيندي بتلبس الأشخاص اللي عاشوا من سكان جيسورد الأصليين علشان ينتقموا من الأمريكان على اللي حصل في شعبهم، وإن أنا وجو ناويين يعملوا طقوس معينة علشان الروح دي تختفي بشكل نهائي، وعلشان الطقوس دي تنجح فضروري السيف يكون معاهم، وكمان اللي يعمل الطقوس دي لازم يكون من السكان الأصليين. وفي نفس الوقت ده بنشوف إلما وهي بتترجى خالتها تساعدها في إنها تنزل المخزن أو على الأقل تدخلها المكتب ويلسون على أمل إنها تلاقي حاجة تساعدها، لكنها بترفض وبتقول لها إن اللي حصل لشعبهم كانت حاجة في الماضي وخلاص انتهت. وبيشدوا مع بعض في الكلام لحد ما في النهاية بتقول لها إن الأفضل ليها تسافر مرة تانية لأن محدش هيقبل يساعدها، لكنها ما بتستسلمش وبتستغل الفرصة أول ما ويلسون بيمشي بعربيته وبتدخل لمكتبه من غير استئذان، وهناك بتشوف باب في الأرض بينزل للمخزن فبتقرر إنها تنزل، لكن قبل ما تعمل كده جو بيدخل فبتضطر إنها تستخبى، وبتستغل فرصة إنه مش مركز في المكان اللي باب المخزن موجود فيه وبتنزل لهناك من غير ما ياخد باله. وهناك بتشوف تشيندي الكائن اللي خلص على الجنود بيتحرك وراها وبتحس إلما بوجوده، لكن كل مرة كانت بتتلفت علشان تعرف مين اللي وراها ما كانتش بتلاقي حد. وهناك بتلاقي كتاب مكتوب فيه عن اللي حصل لقبيلتها، وبيكون الشخص اللي كتب الكتاب ده هو مالك البار اللي تشيندي خلص على الجنود فيها، وبيكون كاتب فيها إن الجنود دول استدعوا زعماء قبيلة جيسورد للبار علشان يتفاوضوا معاهم على أرضهم لأنهم كانوا عاوزين يبنوا عليها سكة حديد، وإنهم لما رفضوا طلبهم قتلوهم وبعدها راحوا للقبيلة وخلصوا على معظم سكانها بطرق وحشية، وإنهم حرقوا أغلبهم وهم عايشين. وفي نفس اليوم بالليل وهم بيحتفلوا باللي عملوه ظهر تشيندي وانتقم منهم وقتلهم واحد ورا التاني، وبعدها اختفى من المكان وهو واقف كأنه ما كانش ليه أي وجود. وفي الوقت ده إلما بتحس بحركة فوق فبتقرر إنها تخرج، لكن قبل ما تعمل كده جو بيوقعها وبيخليها تفقد الوعي، وبعد كده بيتصل على أنا وبيقول لها إنها موجودة حاليا في المخزن وإنهم هيعملوا اللي اتفقوا عليه بالليل، وبنعرف إنه تعمد يخليها تفقد الوعي علشان ما تعرفش أي حاجة عن الطقوس اللي هيعملوها، وده لأنها فضولية زيادة عن اللزوم وممكن تبوظ لهم اللي هيعملوه. وفي نفس الوقت ده بنشوف تشيندي وهو شايلها وبيحطها على ترابيزة موجودة في المكان، وبنعرف إنه ما بيأذيش حد غير الأمريكان بس. وعند 2 من رجال الأعمال اللي بيكونوا موجودين في الفندق علشان يحتفلوا بنشوف واحد منهم وهو بيحرك ديكور المهرج اللي موجود على وبيلف وشه الناحية التانية، لكن أول ما بيخرج بيتلف مرة تانية لوحده وبيرجع لنفس الاتجاه اللي كان محطوط فيه. وفي نفس الثانية ويلسون بيرجع لمكتبه وهناك بيجيله اتصال من شخص عاوز يشتري الفندق لكنه بيرفض عرضه وبيقوله إنه استحالة يبيعه. وفي نفس الوقت ده بنشوف جو وأنا وهما بيجهزوا علشان يعملوا طقوس طرد روح شيندي من الفندق علشان الجرائم اللي بتحصل تقف. وفي نفس الوقت ده بنشوف مايك وويل وجوي وجاك وكاري وإيلي وسام رجال الأعمال بتوع الحفلة وهما بيلعبوا قمار، وبيشد 2 منهم مع بعض في الكلام لحد ما في النهاية بيقرروا ينهوا الليلة وكل واحد يرجع لأوضته. وفي نفس الوقت ده إلما بتفوق وهي في المخزن، ولما بتشوف السيف اللي كان مع جو بتاخده وبتخرج وهي مش فاهمة أي حاجة. وعند كاري بنشوفها في الحمام ولما بتحاول تخرج بتلاقي الباب مقفول بالمفتاح فبتستغرب لأنها ما قفلتوش، وبتفتكر إن جوزها بيعمل فيها مقلب وعلشان كده بتنادي عليه بصوت عالي وبتطلب منه يوقف هزار، لكن شيندي بيدخل في الوقت ده وبيخلص عليها بطريقة وحشية وبيخرج أمعائها من بطنها. وعند جوي بنشوفه وهو بيتكلم مع صديق ليه في التليفون وبيحاول يقنعه يسلفه مبلغ معين لفترة معينة وهيرجعه له الضعفين ونص، لكنه بيرفض وبيقول له إن الأفضل يسدد الدين القديم الأول وبيقفل المكالمة، فبيقرر جوي إنه يشوف حد تاني. وفي الوقت ده تشيندي بيعدي من وراه ولما بيلاحظ ده وبيحاول يفهم هو مين ما بيلاقيش ليه أي أثر في الأوضة، لكن فجأة إيد تشيندي بتخرج من صورة متعلقة في المكان وبيمسكه من دماغه وبيخبطه في الحيطة وبيطارده في الأوضة لحد ما بيمسكه وبيقطع جزء من دماغه بالسيف، وبعدها بيروح لويل اللي بيكون نايم على السرير وبيقسمه نصين باستخدام السيف قدام حبيبته اللي بتدخل في حالة انهيار من المنظر. ولما جوي بيحاول يخرج من الأوضة وهو بينزف علشان يطلب المساعدة بيقع على الأرض وبيفقد حياته. ولما إلما بتشوفه بتتصدم من المنظر، ولما ويلسون بيشوفها وبيلاحظ الخوف اللي باين على ملامحها بيكون لسه هيسألها لو في حاجة حصلت، تشيندي بيظهر من وراه وبيوقعه على الأرض. هو بيبدأ يقرب من إلما اللي بتكون واقفة مصدومة علشان ياخد السيف منها، لكن قبل ما يعمل كده إلما بتطعنه بيه في قلبه.
وفجأة بيترفعوا هما الاتنين في الهوا وبيختفوا وسط صدمة ويلسون اللي ما بيكونش فاهم أي حاجة من اللي بتحصل. وفي نفس الوقت ده أنا وجو بيعرفوا إن في حاجة غلط حصلت والطقوس اللي بيعملوها ما بتنجحش، وبنعرف إن ده بسبب إن إلما أخدت السيف من المخزن لأنه كان لازم يفضل هناك لحد ما الطقوس تخلص. وتاني يوم لما المحقق بيوصل للفندق علشان يحقق في اللي حصل بيتصدم من شكل الجثث على عكس المحققة المساعدة ليه اللي بتكون اتعودت على النوع ده من الجرايم، وده لأنها بتكون بقالها 12 سنة بتحقق في الجرايم اللي بتحصل كل سنة في الفندق ده بنفس الطريقة الوحشية. ولما بتتكلم مع ويلسون وبتطلب منه يحكي اللي حصل بيحكي لها كل اللي شافه وهو مصدوم، وبيقول لهم إن إلما اختفت فجأة من قدامه كأنها ما كانتش موجودة. وبعد ما بيمشوا بيلاحظ إن واحد من العرايس اللي على شكل مهرج بيتنفس كأنه إنسان حي، فبيتوتر من اللي بيحصل، وفي النهاية بيتصل على الشخص اللي كان عاوز يشتري الفندق وبيقوله إنه موافق يديهوله من غير أي مقابل. وعند أنا وجو في الكنيسة بنشوف إلما داخلة لهناك وهي ماسكة السيف وبيكون شكلها مخيف، وبنعرف إن روح تشيندي خرجت من جسم الشخص اللي كانت لابساه بعد ما إلما طعنته بالسيف ودخلت جوه جسمها. ولما بتحاول خالتها توقفها بتقول لها إن هي وجو خانوا قبيلتهم وكانوا عاوزين يمنعوا تشيندي من إنه ينتقم ليهم، وإن علشان كده لازم يتعاقبوا، وبتهاجمهم بالسيف وبتخلص عليهم. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة وبيعلمنا إن أي جريمة بتحصل ما بتنتهيش أبدا وبيكون ليها توابع. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.